يوجد حاجات في الدنيا اللي ما نقدرش نفسروها. بدات لما تصير خليك تشك في الواقع، خليك تتساءل هل فعلا نشوف الحقيقة أو يوجد عالم آخر يراقبنا من بعيد. حكايتي اليوم بدأت بحاجات عادية لكن انتهت بحاجة مستحيل تتصدق. مساء الخير عليكم يا أهل قناة تنساوي في حلقة سهرة نهاية الأسبوع. كيفكم؟ خير؟ كله تمام؟ فإذا كنتوا جاهزين لحكاية اليوم خلينا نبدأ طقوسنا المعروفة. حضر كوب قهوتك، شايك ولا عصيرك، وخليك في ركن هادي، وما تنساش على يدك اليسرى خلينا لمسة على اللايك حتى تدعمنا، واطفي النور. هنا نقدر نقولوا على بركة الله نبدأ الحكاية. أنا اسمي آدم رشدي، شاب في منتصف العشرينات. حياتي كانت عادية جدا، أو هكذا كنت نشوف. ما كنت مصدق بالخوارق ولا بالأشياء اللي تتجاوز المنطق، لكن اللي مررت به غير كل شيء. القصة اللي راح نحكيها لكم حدثت قبل سنتين، لكنها ما زالت طاردني كأنها لم تنتهي بعد. لقيت وظيفة جديدة كمندوب مبيعات في أحد الشركات، وكان من المفترض أني أسافر إلى مدينة صغيرة اسمها المرجان حتى نحضر مؤتمر عمل هناك. ما كنتش متحمس كثير، لكن ما كانش عندي خيارات كثيرة، وحجزت غرفة في فندق قديم اسمه فندق الأطلس. لما وصلت رفعت راسي وبديت نتأمل في الفندق اللي كان يبان قديم. شفت الواجهة لقيتها مهترئة، أما الأضواء فكانت صفراء وضعيفة، ولما دخلت الداخلية وكأنها ما تغيرتش منذ عقود. وفي الاستقبال قابلت رجل كبير في السن اسمه الحاج منصور، وهو أعطاني مفتاح الغرفة وقال غرفتك رقم 107. حسيت كأنه قالها بتردد، لكني ما خذيتش الأمر بأهمية ومشيت. لما فتحت الباب الغرفة كانت عادية، غرفة كأي غرفة في فندق، لكن في حاجة تلفت الانتباه: مرآة في الزاوية مغطاة بقطعة قماش سوداء. لما شفتها قلت في نفسي عادي، ممكن حاجة قديمة ولا تقاليد الفندق، وتجاهلتها. خرجت للعشاء ورجعت متأخر، كنت تعبان كثير. طفيت الأنوار ورقدت. في نص الليل حسيت بحاجة غريبة، طرقات خفيفة على المرآة تحت عيني. سكت شوية، لكن الطرقات تكررت، وهذا المرة كانت أقوى من قبل. حركت من مكاني ومشيت حتى قربت من المرآة، ويدي كانت ترجف، وسحبت القماش الأسود. ولكن هنا ما كان حتى حاجة، مجرد مرآة تعكس وجهي والغرفة من ورايا، كل شيء عادي. لكن في هذه اللحظة لاحظت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. انعكاسي ما كانش يتحرك معايا. تراجعت للوراء وعيوني توسعت. كنت نحرك في يدي، لكن في المرآة أنا ما تحركتش. زاد خوفي، لكن الحاجة اللي خلتني نفزع من الرعب انعكاسي في المرآة كان يبتسم. رجعت للوراء وسقطت في الأرض، لكن قبل ما نصرخ انطفأت أنوار الغرفة. صحيت من النوم لقيت نفسي على الأرض والنفس يخرج مني بصعوبة. في هذه اللحظة شفت شيء عيني برقوا من اللي شفته. المرآة كانت مغطاة بالقماش الأسود مرة أخرى. وفي هذه اللحظة خرجت من الغرفة نجري حتى وصلت للحاج منصور، وقبل ما نتحدث قال لي بصوت منخفض: واش شفت الانعكاس صح؟ عيوني توسعت وما قدرش نتحدث. وفي تلك اللحظة تنهد وقال: من 5 سنين شاب نزل في الغرفة 107، وفي الصباح اختفى، ما لقيناش. لكن لقينا حاجة واحدة، المرآة كانت مفتوحة. هنا بلعت ريقي بصعوبة وسألت: مفتوحة كيفاش؟ قال لي: المرآة ماشي مجرد زجاج، هي بوابة اللي يدخلها ما يخرجش. بعد واش سمعت ما قدرتش نبقى دقيقة واحدة في هذا الفندق. جمعت أشيائي ورحت بدون ما نخلص حتى الحساب. لكن الحكاية ما انتهتش. من يوم هربت من فندق الأطلس حياتي ما بقاش كيف كانت. كل ليلة نحلم بنفس الكابوس. أنا واقف قدام المراية، نمد يدي نلمس الزجاج، وبمجرد ما نلمسه يدي تدخل داخل. بعدها نحاول نخرجها، لكن انعكاسي يبتسم ويجذبني بقوة. نصحى مفزوع، نلقى جسمي يتعرق عرق شديد وقلبي يدق مثل الطبل. والحاجة اللي زادت خوفي هي أني كل مرة نفيق نلقى المرآة عندي في الغرفة مكشوفة، حتى ولو كنت مغطيها من قبل. في ليلة من الليالي كنت جالس نحاول ننسى ونشوف في التلفاز، حتى سمعت طرقة خفيفة على النافذة. ترددت في الأول،
لكن لما قربت لقيت ورقة صغيرة ملصقة في الزجاج من الخارج. فتحت النافذة بسرعة وخذيت الورقة. كانت مكتوبة بخط مرتجف: ما تهربش، هو مازال يراقبك. قلبي بدأ يدق بجنون. خرجت للشارع نشوف واش كاين، لكن ما كان حتى واحد. قررت نهرب من هذا الرعب. خذيت السيارة ورحت عند صاحبي كريم. حكيت له كل شيء، على الغرفة 107، على المرآة، على الكوابيس، وحتى على الورقة اللي لقيتها في النافذة. كريم سكت لحظة ومن بعدها قال: كاين غير حل واحد، لازم تواجهه. قلت له: نواجهه؟ معنى كلامك الشبح؟ في هذه اللحظة كريم قرب مني وقال: إذا كان شبح علاش أنت تشوفه غير في المرآة؟ بعد هذا الكلام حسيت الدنيا تدور. ما كنتش فكرت هذا الشيء من قبل. نهار بعد نهار الشعور بالخوف بدأ يكبر. كنت نحس أنه يوجد حاجة تراقبني حتى ولو ما كانش عندي مراية. وفي ليلة من الليالي لما كنت راقد سمعت طرقات خفيفة على باب الغرفة. قلبي بدأ يدق بسرعة. مشيت بحذر، قربت بالباب، ولما فتحت ما كان حتى واحد. تنهدت وقلت مع روحي يمكن توهمت. لكن لما رجعت للسرير لقيت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. على الجدار المقابل كان يوجد ظل يتحرك، وظلي ما كانش يتحرك. بعد هذا الشيء ما قدرش نبقى ساكت. قررت نرجع لفندق الأطلس حتى لو كان أخطر قرار. لازم نعرف الحكاية ولا طول حياتي ما راح نرتاح. وصلت للفندق ولقيت الحاج منصور ما زال يعمل بالاستقبال. لما شافني تصدم. قلت له: أنا لازم نعرف الحقيقة، واش كاين في الغرفة 107؟ وفي هذه اللحظة تنهد وقال لي: الغرفة 107 كانت مغلقة منذ سنين، حتى جاء واحد كيفك فتحها، ومن وقتها الشر اللي فيها بدأ يخرج. قلت له: وانعكاسي علاش نشوفه يتحرك وحده؟ الحاج منصور شاف فيا بتركيز وقال: لأنه اللي في المرآة ماشي أنت، هو ظلك، وهو يستنى الفرصة حتى ياخذ مكانك. ما قدرتش نتراجع، لازم نواجه خوفي. طلعت للطابق الأول. وصلت قدام باب غرفة 107. كان الباب خشبي قديم وريحته غريبة. تنفست بعمق، فتحت الباب. الغرفة كانت كما هي. قربت للمرآة وحسيت بجسمي يبرد، وكأن الطاقة كلها انسحبت مني. وشفت انعكاسي واقف يبتسم. لكن فجأة حرك وحده ومد يده من داخل الزجاج وقال: الوقت انتهى، جاء دورك. حاولت نتراجع لكن حسيت بجسمي يتجمد. يدي بدأت تنزلق داخل الزجاج. كنت نحاول نقاوم لكن القوة اللي في الداخل كانت أقوى. وفي اللحظة الأخيرة سمعت صوت الحاج منصور يصرخ: كسرها، لازم تكسرها قبل فوات الأوان. جمعت كل قوتي، ضربت الزجاج بكل ما عندي، وبوم! المرآة تكسرت والزجاج تفرقع في كل مكان. ووقتها حسيت بطاقة غريبة تخرج من الغرفة، والهواء أصبح ثقيل. قبل ما المرآة تتكسر بالكامل شفت حاجة خلتني ما نرقدش للأبد. انعكاسي كان يضحك وكأنه يقول لي أن القصة ما زالت ما كملتش. بعد هذه الحكاية رجعت للدار وغطيت كل المرايا، لكن الشعور اللي كان عندي من قبل ما تبدلش. مرات كي نمر قدام أي سطح يعكس نلمح لمحة خطيفة. انعكاسي يراقبني، وكي نغمض عيني في الليل نسمع همسة خفيفة: ما زال الوقت، راح نرجع. لكن السؤال اللي يبقى مطروح: لما تشوف صورتك في المرآة هل فعلا هذا أنت، ولا مجرد انعكاس ينتظر الفرصة حتى يأخذ مكانك؟ إذا عجبتكم الحكاية ما تنسوا تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واللي يحب نحكي حكايته يتواصل معايا في الروابط الموجودة في الوصف. نشوفكم في الحكاية الجاية. سلام.